اتفرج، هذا الشمال السوري. أنا صفوق الشيخ كنت أساعدهم بالمساعدات الإنسانية عبر برنامج صفوق UN على مدى سنين، أكثر من 3 سنوات. كان الجولاني والشرع والشيباني والمرتزقة يفوتون سبية فايتة وسبية طالعة على قصورهم، على الخيام كلها حواليهم مهترئة ويأكلون هم المحمر والمجمر. إدلب حولها لحارة قرباط أو غجر، مع احترامي للغجر والقرباط، أنا هنا أقصد الدولة كانت لا تهتم بحارات الغجر والقرباط. الشمال السوري حارة قرباط وغجر. روح شوف الشمال العراقي مثل نيويورك وشيكاغو. اليوم هو يركب الحصان، ساعات ثمنها 100,000 يورو أكثر. الألبسة، يتفنن باللباس، بالجرافيتات اللي كان يوصفهم بلباس الكفار، كان يوصفهم لما كان في الشمال السوري. بنى مساجد كبيرة في الشمال السوري بملايين الدولارات، ولما يجي زلزال يموت أهل الخيام والبيوت الآيلة للسقوط المهترئة، يقول لك قضاء وقدر. لا والله حفظ المسجد. لا، المسجد مليان باطون مسلح وحديد يا يبا، والخيم والبيوت آيلة للسقوط. تيجي تقول قضاء وقدر والرب حمى المسجد؟ صار لك تقولون اصبروا عليه، صار له أكثر من 10 سنين، بين 7 إلى 10 سنين مستلم الشمال السوري. حولها لحارة غجر وقرباط، مع احترامي للغجر والقرباط، كانت الدول لا تهتم بهم. هذا قصدي المثال، يعني هنا لا أسيء لهذه الفئة من الناس. لكن اليوم يأكل محمر ومشمر، الهيئة شبعانين. هل تعلم أن الفنادق في دمشق الآن في هذه اللحظات بعد استلام المرسينرز أو المرتزقة متعددي الجنسيات، الفنادق في دمشق الآن في المرجة في قلب دمشق عند خازوق العصملي، الآن إذا فيها كهرباء وانترنت ومي سخنة يعتبر رفاهية زايدة. تخيل، الكهرباء والانترنت والمي السخنة هي شيء أساسي، يقول لك لا هاي رفاهية زايدة في دمشق. سوريا الآن ما في سيستم على الحدود، المطارات مهترئة، لا يوجد مترو أنفاق ولا يوجد أي شيء. شو الشعارات والتطبيل وأبواق السلطة، فساد منقطع النظير، فوضى خلاقة، لا جيش لا مؤسسات ولا أي شيء، غير جماعة المرتزقة يأكلوا ببلاش. يقول لك من كم يوم واحد طاجكستاني وأوزبكستاني يقول لك أنا أكل في دمشق ببلاش، ما شاء الله، خايفين منك يا حبيبي هذول. تأكل ببلاش والشعب يموت جوع. الخيام الآن، ما الذي جرى الآن؟ ما الذي تغير؟ ما يتغير شيء، بالعكس على وضع النظام السابق. كان النظام السابق دكتاتوري مخابراتي، كان يوزع الظلم بالعدل. الآن الشعب يطلب توزيع الظلم بالعدل ومو قدران، ما يريد العدل الآن، يريد توزيع الظلم بشكل عادل. هذا الشعب، الخيام، الجوع. شوف هذه الخيام المآسي الموجودة فيها الآن، فرضوا عليها ضرائب، حتى على دور النظام السابق ما فرض ضرائب. الآن بدأت تفرض الضرائب من باب الهوى طبعا، وعلى السلع والتجار في الشمال السوري، طبعا في سرمدة والدانا وباقي المناطق في الشمال السوري. اليوم خلاص سوريا، اليوم حتى في واحد اليوم اعتقلوه من داخل سوريا، اعتقلوا شاب. المخابرات التركية اجوا من هاتاي من تركيا، تخيل، فاتوا على سوريا اعتقلوه مشان ياخذونه على الأستانة. ليش؟ لأنه سوريا ولاية 82، وقالوا له ليش تشتم أردوغان؟ ما كان بتركيا، انتبه، بسوريا، أخذوه واعتقلوه من داخل الأراضي السورية. تخيل اليوم في هاتاي، مخابرات هاتاي، مدرسة استخبارات تركية اعتقلت شاب، يقولوا له ليش تشتم أردوغان أو تنتقده، اعتقد كان ينتقد، حتى شتم ما شتم. تخيل، أخذوه من داخل الأراضي السورية للمحاكمة في اسطنبول أو أنقرة. تخيل، أنت متخيل حجم الإذلال والإهانة؟ والعملة تركية والخازوق تركي والسلاح تركي، وسلاحنا موجه طبعا أجندة من تركيا وغيرها موجه ضد الشعب السوري، والهيئة وغيرها يأكلون المحمر والمشمر، والشعب جائع 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 في دمشق ودير الزور والرقة والحسكة وحمص والشمال السوري. جائع الشعب، ما يملك قطرة زيت، حفنة طحين، رغيف خبز، مسكين الشمال السوري. واليوم هذول يأكلون المحمر والمشمر، وكلهم مرتزقة، مرسينرز، نعم، غير سوريين أساسا. الوضع مأساوي في سوريا، حتى أن جسر الثورة، سوق الحرامية تحت جسر الثورة. النظام السابق على الأقل كان يوزع الظلم بالعدل، على الأقل كان في انترنت، كان في شوي كهرباء. الآن خلاص، كهرباء، انترنت، مي سخنة، إذا عندك في البيت أو في الفندق تعتبر رفاهية زايدة. تركيا تعتقل كل من ينتقدها داخل الأراضي السورية. لوين وصلنا؟ لوين؟ احتلال. العملة تركية، نعم.
الخازوق تركيا، السلاح تركيا، الأجندة تركية، الأوامر تركية. ما سوريا محتلة والهيئة تأكل المحمر والمشمر والشعب جوعان. يعني رغيف الخبز في الشمال السوري لو في متحف كان حطوه بالمتحف كقطعة أثرية نادرة. يبحثون عن قطرة الزيت، حفنة الرز، حفنة الطحين، وهذا يأكل محمر ومشمر ويلبس ساعات غالية الثمن أو سيارات فيراري ولكزس والأمور طيبة عنده، والهيئة مبسوطين مبشومين يتريعون يقحون ويضرطون من الرز والمحمر والمشمر، والشعب مسكين جوعان طفران عايف حاله في دمشق وفي الشمال السوري وكل المناطق السورية. ويقول لك صبروا عليهم. نصبر ايش؟ الرجال راكب على حصان طلعوا هو. لا، يقول لك اذا انتقدتوا ان الفتنه نائمه، يقول لك لعن الله من ايقظها. الفتنه نائمه؟ ليش لما بشار الاسد ننتقده تقول لي تكبير برافو زيد زيد؟ حتى كلاسين النظام طلعتوهن عادي. اما الان ننتقد الشرع تقول لا رجاء لا تنتقده، لا تنتقده. إذا كنتوا أحد كلاسين اللي قبلكم نشرتوا الكلاسين، شمتوا بمرض مرتوا بالسرطان، ولا نسيتوا حالكم اليوم؟ احنا اليوم ننتقد ممنوع. سوريا اليوم ما فيك تشخ على الواقف، ما فيك تقول لجارك مرحبا. ليش؟ السلام عليكم ورحمة الله، بدك تقول له كذا يعني ممنوع ترى. زين، القدش والحصن أموية لون واحد. يقول لك في اليوم 4-5 جيوش في سوريا ما سلمت سلاحها. بسوريا مكونات قوية جدا، العلوي الدورزي الكردي ما يسلم ولا راح يسلم لانه ابن البلد، هذول مرتزقه. يعني الوضع صعب بسوريا، الوضع جدا كارثي اليوم بسوريا. اي حدا يجمل الوضع في سوريا قل له ترى الميه السخنه والانترنت والكهرباء تعتبر رفاهيه زايده. من هذا المنطلق انت تعرف وضع سوريا شو هو، ولا تقدر تواجه اي عدو خارجي. اللهم إلا شعبها تقدر تقاتله، بس ما تقدر تقاتل المكونات والجيوش الأربعة الموجودة في سوريا. ويوجد 4 احتلالات، وسوريا اليوم كعكة مستباحة للذبان الأزرق والأحمر والأخضر والرايح والجاي. سوريا اليوم في وضع صعب جدا، ومستقبل السوريين جدا مجهول، ولا يوجد أي سياسة لأي بناء ولا أي شيء. فقط الجماعة لقوا جحاش وكدش وخيول صاروا يركبونهن، ولقوا مباني وكذا، كانوا عايشين بحفر وأنفاق وكذا وملاحقين، والآن ما صدقوا لقوا مباني وسيارات وكذا لمصلحتهم الشخصية وبس. والشعب يأكل بصل ويسكت، يأكل شاكرية ويسكت إذا في شاكرية وبصل، لأنه ما عاد يلتقى خلاص. قديم كانوا يقولون الواحد ما يسوى بصلة ولا ما هذا البصلة، ما المستحيل اليوم تلقى بصلة حتى في سوريا. الوضع في سوريا جدا كارثي، جدا مصيبة. لا، الغرب في صدمة انه شلون يصير رئيس بدون انتخابات. امريكا نفس الشيء، كندا، استراليا، اوروبا مصدومة من ما يحصل في سوريا. السوريين نفسهم اليوم يقول لك شلون بدهم يعيشون؟ شلون؟ كيف؟ ما حدا عايش غير الهيئة والمرتزقة متعددية الجنسيات. للأمانة فأنت كسوري للأمانة الوضع صعب، الوضع كارثي، الوضع يريد لون واحد، أكيد راح تنتج عنها حروب أهلية وبعدها محاصصة مثل لبنان. يعني هذا الشمال السوري اليوم صرتوا تفرضون عليه ضرائب. هاي الخيام فيها 1000 قصة جوع وجوع، فيها 1000 قصة وقصة من المآسي والإحزان. فما تجون تقولوا لي والله الوضع زين وانفراجة وراح النظام. ليس بالضرورة إذا كنا ضد النظام أن نكون مع هذا النظام الأسوأ من النظام السابق. ليس بالضرورة إذا كنا نؤيد الثورة والثوار أن ننظر إلى نتيجة الثورة. ولا يوجد واحد ملتحي مرتزق، وحتى الجولاني وشيباني وعيباني ليس لديهم صورة واحدة مع علم الثورة. هاي إمارة متشددة، وحتى النبي وصفهم بالخوارج. مصيبة كبرى، نعم مصيبة، انتبهوا. فديروا بالكم، ترى الوضع خطير في سوريا. والمستلمين الآن إذا ما زالوا تم إزالتهم بأسرع وقت، سلم لي على سوريا، باي باي إلى اللقاء. توقعت هالشيء.